بزاف ديال الصينيين ولاو كيتشكاو حيت ولاو كيجيو بزاف ديال الاجانب الصين باش تعالجوا. هادشي ممكن نقص من جو اسرع خدمات صحي بالنسبه للمواطنين. في واحد فيديو شي مرا من بريطانيا قالت بلي كانت خاصها تخلص 46 الف درهم وتسناو شهور باش تشوف طبيب في بلادها، ولكن مشات الصين وتعالج في 50 يوم غير 3800 درهم. الا كان عندها تامين صحه في الصين كان غادي تخلص قل. الصين مريض كيحتاج الموعد ديالهم في التليفون كيخلص بين 20 70 درهم فحص، وطبيب مشهور كيقدر يوصل حتى 135 درهم. الا كان خاص شي تحليل كدار في النفس 7 ونتائج كيخرج ساعه قريبا. ايكوغرافي بين 65 180 درهم، راديو حوالي 180 درهم، وسكانر ديال الصدر حوالي 600 درهم. مريض كيرجعو طبيب في نفس النهار كياخد وصفه وكيشري الدواء من سبيطار وما كيدخلوش بات الا كان محتاج الى اضافي. واضح بلي الناس كيمشيو الصين حيت الثمن خاص وخدمه سريعه، ولكن حتى الا خلصوا اجانب راه الدوله الصينيه كيتعاون بزاف باش تخلي العلاج خاصه. علاش الصينيين كيخافوا الى طلع اثمنه على الاجانب؟ ممكن الاطباء يفتلوهم حيت كيخلصوا قشا. هادشي يقدر نقص من وقت ومواد لمواطنين عادي. وفي بعض الدول كثير من مستشفيات خاصه اللي باغيه غير ربح خلاو اطباء يخرجوا من مستشفيات عموميه، ولا المواطنين كيعاني باش تلقى طبيب وتسنى مده طويله بزاف. شنو في بالك هو حل مناسب في هذا المشكل؟